السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة فيديو جديد. انا لسه صاحية من النوم كده بعد ما مشيت بنتي راحت المدرسة وجهزتها وحضرت لها اللانش بوكس بتاعها وشنطتها. دخلت على المطبخ بقى، قلت اعمل لنفسي فطار خفيف كده علشان افطر وبعد كده اقوم اشوف اللي ورايا. قبل ما اشيل الحاجة اللي انا عملت منها السندوتشات بتاعة المدرسة، طلعت كده رغيفين فينو من الفريزر، فكيتهم في الميكروويف وبدأت أعمل السندوتشات. عملت لي سندوتش جبنة رومي وسندوتش جبنة من اللي هي دومتي بلس دي حلوة أوي. قلت أفطر قبل ما أبدأ أعمل شغل البيت، لأن أنا اليوم اللي ما بفطرش فيه أو اليوم اللي أنا بأخر فيه الفطار وأفضل أجل أقول هخلص مثلا الحاجة الفلانية وبعدين أفطر، هخلص الحاجة الفلانية وبعدين أفطر، بلاقي إن اليوم وصل أو الوقت وصل الساعة 5 المغرب وببقى لسه ما أكلتش، ببقى لسه مفطرتش. فقلت افطر كده في البدري قبل ما اعمل اي حاجه. هنا عملت سندوتشين زي ما قلت، جبنه رومي وواحد جبنه بيضه، وطلعت كمان شويه زيتون كده جنب الاكل علشان يفتحوا نفسي. انا غالبا لما بفطر بحب افطر سندوتشين خفاف كده، ما بعرفش اكل حاجه دسمه الصبح. بعد كده قلت اعمل اي مشروب اشربه جنب الفطار، فقلت اعمل كوبايه نسكافيه بلبن. مرضتش اشرب قهوه كده لان بقالي كام يوم معدتي وجعاني بسبب القهوه اللي انا بشربها على الريق. فقلت اعمل كوبايه نسكافيه بلبن. جبت كيس النسكافيه هنا وبدات ان انا افتحه كده، مبعرفش افتحه بايدي مش عارفه ليه. بفتح كل حاجه بالمقص، يعني عندي كده مشكله ان انا مبعرفش افتح اي كيس بايدي زي الناس، لازم المقص معايا في كل حته. بس كده حطيت كيس النسكافيه، وبعد كده انا بقالي فتره بستخدم سكر دايت. انا قايله لكم قبل كده كنت بستخدم اللي هو الاصفر، مش عارفه اسمه سويتي او حاجه كده. ده النوع ده انا لسه شارياه عندي، يعني بقاله فتره مش كتير، حلو قوي ونفس الطعم بتاع السكر اللي هو سويتي ده. باخد منه بس حوالي ربع معلقة بيسكر، بتبقى الدنيا تمام. حلو قوي، بنصحك بسكر دايت لو بتشربي مشروبات كتيرة على مدار اليوم زي حالتي. يعني انا ممكن اشرب 3 كوبايات نسكافيه كوبايتين قهوة، فلقيت نفسي على مدار اليوم بشرب كمية سكر كتيرة جدا، والسكر طبعا غلط. فقررت ان انا استبدل السكر العادي بالسكر الدايت. هنا خلاص كان اللبن سخن، بدأت ان انا بقى احط اللبن على النسكافيه، وقلت بقى اروح افطر فطار الحلو الخفيف ده واشرب كوبايه النسكافيه وافوق علشان اقدر ارتب يومي واشوف انا هعمل ايه. خدت الفطار بتاعي وبعد كده خرجت قعدت بره على الترابيزه وشغلت التلفزيون على القناه الاخباريه بتاعه العربيه دي، انا ما بقلبهاش من يوم 7 اكتوبر. ربنا يا رب يفك اسر اخواتنا في فلسطين ويرحم الشهداء. بعد كده خرجت على الصاله على طول، كان عندي شويه غسيل كنت نشرهم على المنشر الداخلي، بدأت ان انا المهم في السريع وانا واقفه كده علشان خاطر أبقى خلصت من قصة الغسيل دي وأطبقها وأبدأ أشوف حاجة جديدة أعملها. بعدين خدت الغسيل، هما كانوا شوية مش كتير، لميت شوية بعيدا عن الكاميرا والشوية اللي فضلوا لميتهم معاكم. بدأت بقى خدت الغسيل كده وبدأت ان انا اطبقه علشان اخلص منه خالص، لان من الحاجات اللي انا ما بحبهاش الغسيل بقى بنشيره بتطبيقه. صراحة قصة رخمة جدا، من ارخم الحاجات اللي في البيت ممكن تضايقني، واحس ان هي بتاخد مني وقت ومجهود بستتقلها أوي بصراحة. يعني أنا ممكن أروّق الشقة وأبقى سعيدة جدًا، وما باحسش بمجهود أو وقت. مواعين ممكن أغسل تَلّين مواعين ما عنديش مشكلة، لكن آجي عند حتة الغسيل وتطبيق الغسيل ونشير الغسيل دي، باحس إن هو بصراحة بيبقى تقيل على قلبي أوي مش عارفة ليه، مع إن أنا دايمًا باغسل وبانشر أول بأول، بس مع ذلك باحس برضه إن الموضوع مش باحبه يعني. بس بدأت بقى خلّصت كده شوية الهدوم طبّقتهم وخلصتهم بسرعة علشان أبدأ أعمل حاجة تانية، لأن هعمل كذا حاجة في اليوم بتاعي. هنا بعد ما خلصت قلت أروح ألبس وأنزل على طول عشان أجيب بنتي من المدرسة. في الوقت اللي أنا كنت فيه في الشارع ده كنت بجيب بنتي من المدرسة، وبعد كده رجعت دخلت على المطبخ على طول. كان عندي الفرخة دي أنا كنت مطلعاها تفك علشان أتبلها واشيلها علشان أعملها بعد كده تبقى جاهزة، ما تاخدش مني أي وقت. يعني أنا مش هاعملها النهارده، أنا طلعتها بس تفُك عشان في الوقت اللي أنا هاعملها فيه تبقى متّبلة. أنا إن شاء الله ناوية إن أنا أشويها،
فطلعتها تفك واتبلها واسيبها في الفريزر للوقت اللي انا هستخدمها فيه. هي كانت متقطعة عندي الفرخة لصدرين ووركين كده، بس ايه، قلت اخدها على طول اعمل لها محلول النقع اللي انا بعمله واغسلها واتبلها واشيلها عشان تبقى جاهزة معايا على الشوي. بس كده، انا محلول النقع بتاعي او المحلول اللي انا بغسل بيه الفراخ بحط معلقة ونص من الدقيق، كمان بحط على معلقة ونص من الدقيق دول معلقة من الملح، وبعصر ليمونة كاملة، ليمونة كاملة بقشرها. ليمونة بتضيع اي ريحة وحشة او اي ريحة زفارة موجودة في الفراخ. كمان قشر الليمون ده بيبقى فيه زيت بيخلي ريحة الفراخ نظيفة جدا، بيخليها نقية كده وتحس انها فعلا ملهاش اي ريحة. بعد كده، بعد ما باحط معلقة الدقيق ومعلقة الملح وباعصر الليمونة باحطها بقشرها، بابتدي بقى إيه، أحط مَيّة في الطبق ده بحيث إن أنا أغطي الفراخ بالمَيّة. محلول النقع ده كويس جدًا، ما انصحكيش لو بتنضفي فراخ أو بتنضفي مثلًا بانيه أو أي حاجة هتنقعيها إن أنتِ تحطي خل في المَيّة، لإن باحس إن الخل، أو هو الخل أكيد بيثبِّت الروايح اللي مش كويسة، بيثبِّت الروايح اللي مش كويسة، بيثبِّت بالمعنى الأصح ريحة الزفارة اللي بتبقى موجودة في الحاجة. فالليمون والدقيق والملح، وإن أنتِ تحطي الليمونة بقشرها، ده كفيل جدًا إن هو يخلّي الدجاج معاكِ أو الطيور أو أي حاجة بتنضفيها ريحتها حلوة جدًا ونضيفة وبتلمع معاكِ. هنا خلاص كنت خدت الفراخ شطفتها بقى من المحلول النقع اللي أنا كنت عاملاه تحت الحنفية وغسلتها كويس جدًا، وشِلت لو فيها شعراية أو حاجة بدأت إن أنا أنضفها، وشِلت كمان الزوايد اللي بتبقى فيها. بعد كده جِبت السكينة وبدأت أشرّط الصدر كده بالسكينة، وكمان شرّطت الورك بالسكينة. ليه؟ لإن الفتحات اللي بنعملها دي هي اللي إحنا بندخّل فيها التتبيلة عشان تبقى الفرخة عندِك متّبلة من برّه ومن جوّه كويس جدًا. بعد كده هاعمل معاكم التتبيلة بتاعة الفراخ من أحسن التتبيلات اللي أنا باعملها في شوي الفراخ. عندي هنا جبت طماطميتين حطيتهم في الكبة، أحط عليهم بصلاية، ده المعيار بتاع تتبيل فرخة واحدة، أحط عليهم فصين من التوم، وهاعصر عليهم ليمونة كاملة. يبقى لما باجي أتبل فرخة شوي أو فرخة شواية هشويها، باحط طماطميتين عليهم بصلاية وفصين توم، وبعصر كمان ليمونة كاملة. بعد كده بابتدي أتبل الخضار ده كويس، باحط هنا معلقة من الملح، وكمان هانزل على الملح بمعلقة من الفلفل الأسود. أنا كنت بافتح الأكياس لإني كنت لسه شارياها فبافتحها عشان كده باخد وقت. يبقى حطيت معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الأسود، وكمان عندي نُص معلقة من الكزبرة الناشفة، وهاحط نُص معلقة من التوم البودر، وكمان نُص معلقة من البصل البودر. يبقى أنا حطيت معلقة ملح، نُص معلقة فلفل أسود، نُص معلقة توم باودر، نُص معلقة بصل باودر، وكمان هاحط معاكم نُص معلقة من الكزبرة الناشفة، ونُص معلقة من بهارات الفراخ أو الكاري. وكان عندي هنا شوية بابريكا حطيت منهم كمان نُص معلقة. التتبيلة دي حلوة جدًا، جدًا، جدًا. جربي الفراخ المشوية بالطريقة دي مش هتبطلي تعمليها. بعد كده جبت الزيت وحطيت حوالي 3 معالق كبار من الزيت، معالق الأكل اللي احنا بناكل بيها. بعدين عندي صويا صوص، حطيت كمان حوالي معلقة كبيرة. ما عندكيش صويا صوص ممكن تحطي دبس رمان، ما عنديش دبس رمان ما تحطيش أي حاجة خالص. هي كده التتبيلة بتاعتك هتبقى كافية وافية وزي الفل وهتقضي الغرض. بعدين جبت الفراخ بتاعتي حطيتها على الصينية ونزلت عليها بالتتبيلة الجبارة اللي أنا عملتها معاكم. هانزل بقى بكل حاجة موجودة عندي في الكبة، علشان خاطر خسارة التتبيلة دي نسيب منها أي حاجة. ريحتها يا جماعة خطيرة. بعد كده هتشمري بقى وتستخدمي ايدك وتبدأي تتبلي الفرخة دي كويس جدا من بره ومن جوه. طبعا الفراخ لما بنيجي نشويها بيفضل ان انتي تتبليها قبلها بيوم، علشان ما تاخدش معاكي وقت في الفرن وتستوي بسرعة، وكمان تبقى التتبيلة كده غنية فيها وتبقى متبلة وطعمها جميل. أنا دايما متعودة لما باجي أشوي فراخ بحب أتبلها قبلها بيوم، أو حتى ممكن قبلها ب3 أيام، واشيلها في الفريزر واطلعها على طول أدخلها الفرن. هنا بقى كنت بتبل الفراخ كويس جدا من بره ومن جوه، وعمالة أقلبها وأشقلبها علشان تاخد كلها من طعم التتبيلة الجميلة اللي أنا عملتها معاكم دي. بصي، تتبيلة الفراخ تقدري تحطي فيها كل التوابل اللي انت بتحبيها،
يعني بتحبي جنزبيل باودر حطي، عايزة تحطي أي توابل أنتِ بتحبي تفضّليها ممكن تحطيها، يعني أنتِ بقى وذوقِك، بس دي التتبيلة اللي أنا دايمًا باعتمدها بصراحة. بس جبت بعد كده البولة دي أو الطبق النضيف ده وبدأت إن أنا أحط فيه الفراخ علشان خاطر بقى خلاص هو ده الطبق اللي أنا هاشيله في الفريزر، علشان بعد كده أما آجي أشويها أطلّعها من الفريزر على طول. شوية التتبيلة طبعًا مش هنرميها لا يمكن، هانزل بيها على الفراخ اللي موجودة في الطبق علشان تبقى متبلة كده واخدة من طعم التتبيلة الجامدة اللي أنا عاملاها دي. بس بصوا ما خدتش مني وقت خالص، تتبيلة سهلة وسريعة وجميلة قوي، وكمان الطعم في الآخر بيبقى حكاية. رحت بعد كده جبت الاسترتش راب او جبت الورق اللي هو اللي بتقولوا عليه استرتش دوت، وبدأت ان انا الف الطبق ده كويس جدا علشان ما يكرفش على اي حاجة عندي في الفريزر او اي حاجة تكرف عليه. يعني ايه تكرف عليه؟ يعني يختلط بريحة اي حاجة تانية من الاغذية اللي موجودة في الفريزر. بدأت بقى ان انا خلاص قفلته كويس جدا البلاستيك راب دوت. ابتدي بقى اخد الطبق ده وادخله عندي الفريزر واسيبه بقى مع نفسه لحد اليوم اللي انا ان شاء الله باذن الله هشوي فيه الفرخه دي. جربي تتبلي الفراخ المشويه بالطريقه دي مش هتبطليها. بعد كده وانا جايه من المدرسه لقيت بتاع الطماطم واقف، انا ما كانش عندي صلصه خالص في الفريزر، فقلت اشتري 2 كيلو طماطم. ال 2 كيلو دول انا جبتهم ب 30 جنيه الكيلو، كان واقف ب 15 جنيه. مش عارفه امتى الطماطم ناويه ترخص، بصراحه حاجه سخيفه جدا. بس هي كانت حلوة بصراحة، هي يعني ما فيهاش حاجة وحشة. فخدت 2 كيلو قلت ايه اصلصلهم او اعملهم صلصة علشان استخدمهم، لان حرفيا ما كانش عندي اي صلصة في الفريزر. خدت الطماطم طبعا غسلتها كويس وبعدين حطيتها في الطبق اللي انتوا شايفينه ده، وجبت الحلة وبدأت ان انا اقسم الطماطمية نصين. دي اسهل طريقة ممكن تعملي بيها صلصة الطماطم. في ناس بتجيب الطماطم وبتدي ان هي ايه تضربها في الخلاط على طول بعد ما تغسلها وتقطعها وتستخدمها في الطبيخ او في المحشي او في المكرونة. انا ابدا لا يمكن ان انا اضرب طماطم في الخلاط او استخدم طماطم للاكل من غير ما اسلقها، دي حاجة عندي مستحيلة. حتى احيانا او مره كده جيت كنت مستعجله فعملت هنا في البيت مكرونه، فقمت جايبه الطماطم ومقطعاها وضربها على طول في الخلاط وعملتها عادي، قلت مش مشكله المره دي عادي. لما حطيت الاكل والطماطم ما كنتش مسبكاها او ما كنتش سلقاها قبليها، والله يا جماعه جوزي قال لي الطماطم طعمها مش حلو، لان انا حرفيا معوداهم او انا متعوده ان الطماطم ما بتتجابش وتتضرب في الخلاط كده، لا، لازم تتسلق نص سلقه. بعد كده قُلت إيه، لأ خلاص أنا بعد كده مش هاعمل الطريقة اللي هي العادية، في ناس بتعملها بصراحة وماشية معاها، لكن أنا لازم أسلقها وأدّيها كده سلقة محترمة. هنا خلاص كنت قطّعت كل كمية الطماطم، هُم 2 كيلو طلّعت منهم 2 بس بايظين طبعًا، مش مشكلة. هاخد بقى كمية الطماطم اللي أنا قطّعتها دي انصاص كده زي ما أنتم شايفين، هانزل عليها بنُص كوباية مَيّة، مَيّة عادية من الحنفية يا جماعة. علشان تغلي فيها، هي طبعًا هتنزّل مَيّتها بس هنحط برضه نُص كوباية المَيّة دي علشان تغلي كويس الطماطم. حطها بقى على نار عالية لحد ما تغلي وبعدين إيه، هاوطّي عليها. هنا الطماطم بعد ربع ساعة بدأت تغلي كده، بُصّوا المَيّة بتاعتها بدأت تقِل. بدأت بقى إن أنا أهدّي عليها لحد ما غليت واتهرت كده وشِلتها من على النار بردت. هنا بعد ما كنت شِلتها بُصّوا اتشرّبت المَيّة إزاي، ما بقاش إلا شوية صغيّرين. شِلتها بقى من على النار وجِبت الكَبّة علشان أضرب فيها كمية الطماطم دي. في ناس هتقول طَب ما جبتيش الخلاط ليه؟ الخلاط مكسور يا جماعة، الخلاط مكسور. فجِبت الكَبّة، هي برضه الكَبّة مكسورة. أنا عايزة أقول لكم الكَبّة والخلاط والمطحنة بتاعة الخلاط والله اتكسروا في يوم واحد، الحمد لله، بس أنا ما أعرفش إزاي. بدأت بقى أحط كل شوية الطماطم وأضرب في الكبة. كنت جايبة طبق ومصفى وبدأت كل شوية باضربهم باروح حطاهم في المصفى وأبدأ إن أنا أصفيهم كويس جدا من البذر ومن الطفل. الخطوة دي مهمة جدا، إن انت بعد ما تضربي الطماطم المسلوقة في الخلاط بتاعك أو في الكبة لازم ولا بد وحتما إن انت تصفيها، لأن البذر والطفل ده أولا بيخلي طعم الصلصة مش كويسة، ثانيًا بيخلّي في الآخر لمّا بنيجي نسبِّك شوية صلصة، تحسّي إن الصلصة كلّها بتتسبِّك وبتبقى عبارة عن طفل وبذر. فما تس ما تستصعبيش الموضوع. بعد ما تضربي الطماطم أنا بقيت باضرب شوية بشوية كده، تروحي على طول جايبة الطبق بلاستيك والمصفى، تبدئي تنزلي
بالطماطم في المصفى ومعلقة تانية في إيدِك وأنتِ واقفة على طول دِب، دِب، مش هياخدوا في إيدِك دقيقة تصفّي الطماطم عشان تطلع معاكِ الطماطم pure وجميلة وطعمها كمان يكون حلو، ما يكونش فيها بذر ولا فيها طفل ولا الحاجات اللي ممكن تخلّي طعم الصلصة مش حلو. بس هنا خلاص كنت يعني تقريبًا خلّصت كل كمية الطماطم اللي كانت في الحلة، دي كانت آخر حبّة حطيتهم كده كنت باحط حبّة، حبّة في الكبة، لإن الكبة لو حطيت فيها كتير ومليتها مش هتشتغل. إن شاء الله ربنا يكرمني بإذن الله وأقدر أشتري خلاط جديد. هنا خلاص كانوا دول آخر حبّة برضه خدتهم وإيه، وضربتهم في الخلاط في ثواني على طول كانوا اتضربوا. بعد كده بعد الحبة دول ما اتضربوا رُحت برضه جبتهم وحطيتهم في المصفى، وبدأت إن أنا أصفّي الطماطم دي كويس جدًا من البذر والتفل زي ما اتفقنا. موضوع حلو جدًا، هي لو كانت رخيصة أنا كنت اشتريت كمية، يعني أنا لمّا الطماطم بتبقى رخيصة شوية لأ باشتري كمية، ممكن أشتري 5 كيلو. لكن علشان هي كانت ب15 جنيه فجبت 2 كيلو قُلت أمشّي نفسي بيهم بس لحد لمّا نشوف هتنزل، سعرها هيطلع، هتنزل، هنعمل إيه. كنت هنا باصفّي الطماطم كويس جدًا، وبُصّوا بعد ما صفّيتها بسم الله ما شاء الله يا جماعة اللهم بارك كانت جميلة pure كده زي ما أنتم شايفين ولونها جميل. بُصّوا دي كمية الطفل اللي طلعت عندي من الطماطم والبذر، تخيّلوا بقى لو ما كناش صفّيناها كان هيبقى الحاجات دي كلّها موجودة عندِك في قلب الصلصة مش كان ما كانش هيبقى طعمها حلو، كانت هتبان معاكِ كمان في المحشي وفي صلصة المكرونة وفي كل الصلصة اللي أنتِ هتعمليها. بس يا جماعة بعد كده أنا لمّا باجي بقى أبتدي إن أنا أوزّع الطماطم في الأكياس أو الصلصة في الأكياس، باجيب أي شفشق عندي كده زي ما أنتم شايفين، وبافضّي فيه الطماطم، وكمان دي كانت أسهل طريقة أنا باستخدمها لمّا باجي أعمل كمية صلصة كبيرة. باجيب الصلصة بعد ما باصفّيها وبافضّيها في أي شفشق كده وكمان بابتدي أوزّعها في الأكياس بالطريقة اللي أنا هاوريها لكم دلوقتي من أسهل الطرق. هنا كان الطبق فيه شوية طماطم أو صلصة حطيت عليهم شوية مَيّة ورجعت تاني نزّلتهم في الشفشق. جرّبي طريقة الشفشق دي لمّا باجي مثلًا أحط شوربة في كيس أو صلصة مثلًا أوزّعها في أكياس باعمل كده. عندي المَج ده أو كوباية كبيرة باجيب فيها الكيس بتاع الساندوتشات أو الكيس اللي أنتِ هتحطي فيه الصلصة، وبابتدي أحط الكمية اللي أنا شايفاها مناسبة، أعاير كده يعني بعناية مش بمعيار ولا حاجة. وبعد كده باحط الكمية اللي أنا عايزاها وبعد كده باقوم رابطة الكيس كويس جدًا. بصراحة دي من أسهل الطرق اللي أنا باعمل بيها صلصة الطماطم، باحط كده زي ما فهمتكم الصلصة في قلب شفشق، باحط الكيس بافرشه في قلب الكوباية، وابتدي أعاير بقى الكمية كده بالويم، وأحط أشوف مثلًا هي دي الكمية أزود أنقّص زي ما أنتِ عايزة، بس وباقفل الكيس كده بسرعة ما خدتش مني وقت خالص يا جماعة، ما تاخدش وقت خالص الطريقة بتاعة الشفشق دي. بس وبارجع تاني أقوم حاطة الكيس في قلب المَج أو الكوباية وأنزل بكمية الصلصة اللي أنا عايزاها. بُصّوا هنا حسيت إن الكمية قليلة، هتدخّلي عادي الكيس تاني جوّه المَج وتحطي تاني الكمية اللي أنتِ عايزاها. موضوع أسهل ما يمكن، ممكن تعملي قفص أو عدّاية طماطم بالطريقة دي، مش هتزهقي ومش هتاخد منِّك أي وقت خالص. ده كان آخر كيس، أنا عايزة أعرّفكم إن ال2 كيلو عملوا 4 أكياس فقط. يعني ال2 كيلو يعتبر ولا حاجة، علشان كده لمّا بنيجي نشتري طماطم لمّا بتبقى رخيصة اشتري كمية، علشان الكمية تعمل معاكِ كذا كيس، لإن بُصّوا ال2 كيلو سبحان الله ما عملوش معايا غير 4 أكياس بالضبط، أنا ما خدتش منهم طماطماية، لكن رمينا منهم 2 زي ما أنتم شُفتوا كانوا بايظين. بس هي دي طريقتي في تفريز الصلصة، أو لمّا باجي أعمل صلصة طماطم باعملها بالطريقة دي. يا رب يكون الفيديو لطيف خفيف عليكم كده، وأكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. لو لسه أول مرة تشوفي قناتي وأول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد أنا بنزله. يا رب تكون طريقتي في تفريز الطماطم عجبتك، وما تنسيش ان انتي تجربي الفراخ المشوية على طريقتي. بحبكم كلكم جدا، أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.